لو فاكر ان الداتا انجينير او مهندس البيانات لازم يعمل كل حاجه ويعرف كل حاجه، في الحقيقه لا. في الفيديو ده تعال لك بسرعه. يا ترى هل الداتا انجينير ممكن يبقى عارف بايثون، سيكوال، ديف اوبس، كلاود، اي تي ال، اي بي ايز، داتا وير هاوس، ستريمينج، باور بي اي؟ اكن الداتا انجينير عايز يبقى يونيكورن او يعتبر شركه بحالها. بس الفكره الداتا انجينير ممكن ادواره تتقسم لنوعين. النوع الاول وهو الداتا انجينير اللي هو الابستراكشن. ده معناه بيركز انه بيستخدم ادوات جاهزه، بيستخدم ادوات مانج سيرفيسز او خدمات اوريدي موجوده، بحيث انه يبني بيها اركتكتشر او انظمه مستقره وبسيطه. يعني مش لازم يبني كل حاجه من الصفر. يعني ممكن يستخدم الاير فلو للبايبلاين، يستخدم الباور بي اي للداشبورد، او يستخدم كلاود سيرفيسز اوريدي موجوده من غير ما يكتب اي حاجه بايده. اما النوع الثاني من الداتا انجينير وهو البيلدر او البناء او الشخص اللي بيبني حاجات فروم سكراتش، وده بيركز انه يبني انظمه وادوات مخصصه، مثلا انه يبني داتا بلاتفورم داخلي، او يعمل ستريمينج بلاتفورم، او فيتشر ستور، او داتا كواليتي فريم ورك. النوع ده بيظهر اكتر في الشركات الكبيره او البيانات اللي الشركه فيها تعتبر جزء اساسي او يعتبر قيمه او ميزه تنافسيه جوه الشركه. الفكره ان مش كل الداتا انجينير لازم يعمل دور واحد او يبني من الصفر. والفكره برضو ان مش كل الداتا انجينيرز او مهندسين البيانات يقدروا يعتمدوا او ممكن يعتمدوا على ادوات جاهزه بس. الفكره الحقيقيه انك تقدر تعمل اند تو اند سيستم او بلاتفورم كامل بادوات جاهزه، وفي نفس الوقت تبقى انت باني البلاتفورم بايدك وعامل الفريم ورك بنفسك. وده يعتبر الفرق ما بين الاثنين مهندسين البيانات، اللي هم ممكن يكونوا واحد بس بيعمل الاثنين دول. لو عجبك الفيديو تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.